الواد ده لو راجل من ده الراجل كان طلع قال لك انا عايز ارجع الزمالك، هندفع له فلوس من جيبنا. يعني هنهزر؟ مرتضى منصور مش حابب الزمالك يبقى فوق، مرتضى منصور مش عايز الزمالك يبقى احسن من الاهلي. هيخسر جماهير الزمالك، هيقعد ناس كتير موجوده في الاهلي ما بتديش. الحل نجيب الكابتن ماجد. انت ايه اللي انت لابسه في ايدك ده؟ الزمالك يا اسطى، ده شرف ليا ولا اي حد. الزمالك ايه يعني؟ ايه اللي بيحصل فيكوا ده؟ والله زي ما انت شايف يعني الحمد لله، يعني ربنا مبتلينا، احنا في ابتلاء والله، فاهم؟ فادعي لنا بقى ان ربنا يهدي سرنا كده ويبعد عننا ولاد الحرام. انت شايف ان موضوع امام عاشور ده واخد حجم اكبر من حجمه؟ والله القصه مش موضوع حجم اكبر من حجمه، هو امام عاشور لعيب دولي، لعيب سنه صغير، خط نص منتخب مصر، لعيب عنده امكانيات جميله بسم الله ما شاء الله يعني. ففكره ان لاعب زي كده، لاعب من الناس بقى اللي بتحب نادي الزمالك قوي، مشجع درجه ثالثه، فكره ان لاعب زي كده يروح للخصم بص، ما فيش زملكاوي بيحب الاهلي وما فيش اهلاوي بيحب الزمالك، فانا ما بحبش الاهلي وانتمائي الوحيد للزمالك. اكيد عمري مهما كانت المغريات عمري ما هروح العب في النادي الاهلي، فان هو لاعب زي كده يروح للنادي الاهلي او يفكر حتى في التعاقد مع النادي الاهلي، فده ليه خلافات وتبعات تانية خالص من بره الملعب. طب ايه السر وراء يعني رحيل نجوم نادي الزمالك؟ يعني كل ما الزمالك يطلع نجم تلاقيه مشي، كل ما الزمالك لعيب يستوي ويبقى فت قوي تلاقيه مشي. ايه الحوار ده ليه يعني؟ ما هو في ناس مش عايزاك تبقى كويس، في ناس مش عايزاك فوق، ناس من جوه. زي مين؟ زي الراس الكبيره مرتضى منصور. مرتضى منصور مش حابب الزمالك يبقى فوق، مرتضى منصور مش عايز الزمالك يبقى احسن من الاهلي. مرتضى منصور اصلا هو النخاع الفشل كله اللي موجود داخل نادي الزمالك، هو النخاع الاصلي للفشل داخل نادي الزمالك. انا لاعب عندي احسن لاعب في مصر اطلع اشتمه وبتاع، احسن باك شمال في مصر وفي الوطن العربي كله اطلع اقول عليه بيحشش وبتاع. ايه يا عم ده؟ في رئيس نادي بيعمل كده في الدنيا؟ يا عم سيبك من رئيس نادي، في واحد شركته تبقى ناجحه يطلع يقول الموظفين عنده بيعملوا. ما كل لعيبه مصر بتعمل كل حاجه، عمرنا ما شفنا رئيس نادي بيطلع يقول كده. انت فاهم قصدي؟ والله زي ما بقول لك كل لعيبه مصر بتعمل كل حاجه. صالح جمعه لما كانت الدنيا بتتقلب عليه مشوه من الاهلي عشان يبعدوا الدوشه عنه، مشوه من الاهلي وهو ابن النادي الاهلي. لكن انت طالع تقول لي ده وده وده، ارحم نفسك من الشو ومن السلطه. فيريرا احسن مدرب دخل الزمالك اخر 20 سنه ولا اخر 15 سنه، غار منه علشان الجمهور رفع صورته. نادي الزمالك على مدار 22 سنه ما خدش اهم بطوله في تاريخ الكوره، تاريخ الكوره كلها. انا شايف ان كده الزمالك ما خدش حاجه مع 21 سنه بنقول افريقيا وبتاع مش عارف، يقول لك هو اللي بيجيب لنا بطولات. هو بطولات ايه؟ الدوري والكاس. احنا بناخد الكاس من امتى؟ احنا بقى لنا 20 سنه الاهلي بياخد الدوري واحنا الكاس، الاهلي ياخد الدوري واحنا الكاس. ما ليها لازمه، ابن النادي لو عايز يلعب في النادي من غير جنيه هيلعب في النادي، ده كلها حوارات ومشاكل وقرف احنا مش عارفين. بس انا شايف ان مجلس اداره النادي الاهلي بيحاول يرد. الواد ده لو راجل من ده الراجل كان طلع قال لك انا عايز ارجع الزمالك، هندفع له فلوس من جيبنا. يعني هنهزر؟ يعني انت هنتكلم على عيل زي ده؟ انت شايف ان امام عاشور، مع احترامي ليك انا مش بوجه كلامي ليك، انا بوجه كلامي امام عاشور واي حد في النادي. ده ابن النادي عايز العب في الزمالك، اعمل فيديو انا عايز العب في الزمالك بس، ما اقولش اروح اهلي واسماعيلي وترسانه وغزل المحله. دي لا مؤاخذه يعني في الكلمه مش عايز اقولها، دي قله ادب. احنا فاضيين؟ مش فاضيين يا عم والله. اهلا ولا زملكاوي؟ زملكاوي. اهلا حبيبي. اهلا وسهلا. انت شايف امام عاشور لو راح الاهلي؟ امام عاشور هو لو راح الاهلي وعامه هو مكسب فني للاهلي، بس خساره لجماهير الزمالك، هيخسر جماهير الزمالك ومش هيأدي في الاهلي هناك. ليه يا عم؟ ده امام عاشور لعيب كبير. مش هيأدي والله. ليه؟ مش هيأدي، اسمع مني انا. هي الاهلي كده عامه، هي ده هتختلف مع حاجتين: قيم ومبادئ الاهلي. لما طلع جماهير الاهلي وقالت لك امام عاشور شتمنا، اخلاق صالح سليم، وحاليا الاهلي عايز يتعاقد معاه. ده اولا، قيم ومبادئ الاهلي اتلغت تماما. تاني حاجه امام عاشور مالكش دعوه. ماليش دعوه. يلا. مش هعوض حمدي فتحي. امام عاشور لسه صغير. حمدي فتحي لعيب كبير، بس امام عاشور برضه لعيب كويس جدا. مش هعوض حمدي فتحي صدقني. بس انت زعلان. انا زعلان. هو مين مش هيزعل؟ مين مش هيزعل على امام عاشور؟ انا بقى كهلاوي فرحان ان انت زعلان. طب انت شايف ان الزمالك السنه الجايه ممكن يبقى شكله افضل من السنه دي؟ هو باين من اخر الموسم ده، من السنه الجايه باذن الله يتطور. هو انتوا بصوا فيكم ميزه، تكسبوا ماتش الدنيا تقوم وتقعد. يوم الخميس هنحكم. الخميس اللي هيحصل؟ يوم الخميس اللي هيحصل يا ابني انت حصلت افريقيا ده. يوم الخميس هنحكم. هقابلك الخميس في ليالي الخميس مستنيك. في ليالي الخميس مستنيك. ليالي الخميس. يا ابني على طول عاملك في ليالي الخميس، انا باخدك كل خميس. تعالى يوم الخميس وهنشوف. هنشوف يا عم. انت ايه اللي انت لابسه في ايدك ده؟ الزمالك يا اسطى، ده شرف ليا ولا اي حد. الزمالك ايه يعني؟ ماله الزمالك؟ ايوه شرف ليا ولا اي حد يبقى زملكاوي. بس مالك؟ لو ما تبقاش زملكاوي بيبقى ايه؟
ابقى اهلاوي حصاله. ليه؟ انت ايه حصاله؟ انا مش فاهم. انت حصاله، احنا مش حصاله، مين قال لك؟ حصاله افريقيا كلها. ليه يا عم حصاله افريقيا عادي؟ موسم طلعنا من المجموعات، موسم اللي قبل مش انت بقالك عارف. 10 سنين بتطلع من المجموعات. 10 سنين عدهم لي. هي 10 سنين والله. ماشي عدهم لي. خدت قول لي آخر من أفريقيا اول خدتها اخر يعني اخر 10 سنين. انت اخر أفريقيا 10 سنين خدتها ولا؟ يعني انا اخر افريقيا واخدها 2002. ايوه من كام سنه بقى؟ من ساعه ما انا اتولدت. المهم انت بقى عندك عد لي كام اخر سنة؟ 10 سنين طالع منهم من افريقيا. انت لعبت نهائي واحد في اخر 10 سنين نهائي واحد؟ بتاع سان داون. بجد وبرضه- والله نهائي القرن اللي جابه ده ايه؟ ولعبت اهو صحيح. شفت انا اتريق على نفسي وبرضه يعني ولعبت نهائي الكارت. عيب اصل بقى، الحاجات مش دي انا متعود ان ماشي. العب نهائيات على لا، طول. بجد بس والله. انت يا عيني حصال لا على كل طول. سنه وانت طيب. لا والله انت لا. بالساعه والسلامه. طب بجد والله شايف صفقه امام عاشور ازاي؟ هو امام عاشور هو لاعب حلو وكل حاجه، بس مش هينفع في الاهلي. ليه بقى؟ اقول لك يعني اخر حاجه، انت لو جينا نركز الاهلي مشى صالح جمعه ليه؟ عشان ذهنيا هو بتاع دماغ اللي هو سهرات والكلام ماشي ده. ماشي، مش ما كانش قصتنا. بيتدرب يعني كويس. ايه علاقة لا ليه علاقه إمام دلوقتي. عاشور لعيب امام عاشور ممتاز. دلوقتي احترف، اه لعب 7 ماتشات. قاعد فين دلوقتي؟ في الساحل. ماشي بس بس هو دلوقتي مش راضي يروح واجازته خلصت من فتره. الاهلي اللي عامل الحوار ده. وانت ايش ضمنك امام عاشور لعيب ملتزم طول ايوه عمره. هو مضى مع الاهلي. مضى رغبه مع الاهلي. مضى اه مضى امتى؟ طب مصدوم ليه؟ مضى أيوة، خلاص. مضى إمتى؟ امام عاشور لعيب في اهلاوي دلوقتي. ايه الدليل اللي هو مضى؟ مضى رغبه للنادي الاهلي وانت كزملكاوي عارف. ما هو دي انا ايش عرفني اللي هو مضى رغم؟ عادي ممكن يبقى هو طب ايه اللي لو رغبة. امام عاشور لبس تيشيرت النادي الاهلي؟ يا عم يلبسه عادي، زي ما عملناه نعمل غيره. ومين اللي عمله يعتبر بقى كشكل رسمي؟ الزمالك. طبعا. يبقى يقدر يعمل غيره. والاهلي خده على الجهاز. يا عم ياخده على الجهاز، ما اخد مننا كهربا وبعد ما شتم وبعد ما هز عادي يعني. كهربا برضه شتم برضه الاهلي زي ما امام عاشور. جمهور الاهلي قال لك مش عاوزينه عشان شتم صالح سليم، بس شتم صح. صحابك كهربا بيقول- برضه شتم. صحابك بيقولوا لك وياسر عسل. ابراهيم قال لك صحابك وياسر بيقولوا لا صحابي دول تعالى قول له الكره دي مربعه ولا مثلثه، مش هيرد، ما يعرفش. قول له طب الاهلي اخر ماتش لعبه انت، طب جاب جول. قول له مين اللي جاب الجونين بتوع امبارح ده لو عارف ان هم جابوا جونين. قول له مين. لا لا ولا زملكاوي؟ زملكاوي صميم، بحب عبد نصحي وبشجع صالح سليم. الله يرحمه. طب انت شايف الزمالك اليومين دول؟ هو الزمالك بيلعب كرة المدرسة القديمة. الماتشات اللي فاتت غير الماتش بتاع حصاله مدرسه ايه؟ الماتش بتاع فاشور دوت ولا فاشفور ده بتاع علي ماهر. تمام. عملوا ماتش على الزمالك. معلش يعني الماتشين اللي فاتوا اللي احنا كسبناهم قعدنا نقول زمالك والجماهير تروح فريقي مش ده الزمالك. فين دكة البدلاء يا عم؟ النادي اتباع. فين اللعيبة؟ ده احنا احسن جه علينا وقت السنة طلعنا من مدرسة الكورة لعيبة اللي خدنا منها الدوري وخدنا مش عارف ايه. جيل حازم امام واحمد المرغني اه جيل كويس. جميل. وإبراهيم صلاح. كل ده فين؟ طب الحل انت شايفه ايه؟ الحل نجيب الكابتن ماجد. حل ايه؟ اما اقول ايه ده؟ فين الكوره بتاعتنا؟ طب انت شايف لو امام عاشور راح الاهلي تبقى ايه بالنسبه لك؟ امام عاشور يبقى مغصت لي بطني. امام عاشور الرجل الذهبيه. امام عاشور الراجل زملكاوي صميم. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي طبعا. طب انت شايف صفقه امام عاشور مفيده للاهلي ولا لا؟ هتفيد كتير، لعيب كويس وهيفيد الاهلي كتير اهو. انت يعني مع ان هو فكره انضمام امام عاشور للاهلي اساسا الفكره ذات نفسها؟ الفكره نفسها لا طبعا، بس هيعوض ناس كتير موجوده في الاهلي ما بتديش، ما تلعبش بروح الفلنه دلوقتي، لكن كلاعب لعيب كويس جدا ولعيب محترم في الملعب. بس في ناس بتقول لك ان امام عاشور لو جه الاهلي بيتنازل عن القيم والمبادئ. ما كرة للمادة دلوقتي، مفيش الكلام ده خالص. الكرة اتغيرت مش زي الأول، الكرة بقت للفلوس. النادي اللي هيدفع أكتر ألعب فيه أكتر أحسن بس. طب يا كابتن انت شايف مستوى نادي الزمالك ازاي؟ او يعني الزمالك بيمر بظروف في الفتره دي صعبه جدا. انت الزمالك والله الإدارة تشيل إيدها عن الفرقة الله أكبر عليها. الفرقة ماشية كويس، راجل محترم مدرب كويس جدا عنده خبرات في الملعب وبيجرب، ويدوا له مساحة، بس يدوا له مساحة يجرب وإن شاء الله السنة الجاية هيعمل حاجة كويسة. أنا راجل كهلاوي، فرقة الزمالك فرقة كورة فعلا، فرقة محترمة. هو بص لعيب كبير ولاعيب محترم وكل حاجه، بس يعني فكره انه يروح الاهلي دي صعبه شويه.
يعني انت شايف ان هو لو مضى للاهلي هتبقى بالنسبه لك انت كزملكاوي قابلها؟ لا طبعا، اشمعنى بقى؟ لانه المفروض ان هو بيقول ان هو زملكاوي وطالع من نادي الزمالك على اساس ان هو عايز يحترف، فدي مش يعني لو رجع على الاهلي دي مش هتبقى فكره احتراف. نفس موضوع كهربا ان هو طالع برضه عشان يرجع على الاهلي. كوبري يعني. بالظبط. طب وايه اسباب ان امام عاشور يعمل كده يعني بالرغم ان هو اسمه مرتبط بالزمالك؟ هو بيقولوا ان حكايه فلوس بقى، ان الزمالك معهوش سيوله ان هو يرجعه تاني. يعني انت شايف ان امام عاشور في المرحله اللي جايه لو لبس تيشيرت النادي الاهلي انت كزملكاوي الموضوع بالنسبه لك انت؟ الموضوع بالنسبه لي عادي يعني، مفيش اي مشكله. اشك والله. اشك. مولانا حبيبي اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي وانا عندي 7 سنين. طب انت شايف النادي الاهلي ماشي ازاي اليومين دول؟ النادي الاهلي مع كولر شكل تاني وطعم تاني، وبيدور اللعيبه كويس وماشي بسم الله ما شاء الله، ربنا يحميه، والموسم الجديد هتشوفه احسن من كده كمان. طب انت شايف صفقه امام عاشور انت كاهلاوي؟ انا كاهلاوي ما يصحش ان الاهلي، لان مكتوب على النادي الاهلي مبادئ، ومبدا النادي الاهلي ما يجيبش واحد زملكاوي، ما يجيبش واحد زملكاوي، مش مفيده. في لعيبه في الاهلي احسن من امام عاشور، في لعيبه احسن من امام عاشور كتير كتير. خد من الناشئين. ايه اللي يخليك تيجي تدفع في امام عاشور مبالغ كبيره وانت بتدور على دولار، بتدور على فلوس؟ انت تجيب من الناشئين وتربيهم على ايديك احسن من امام عاشور. هو جاهز ولاعيب كويس بس يفيد الزمالك ما يفيدش الاهلي، لان هو ناشئ من ناشئين الزمالك. هيقولوا لي كهربا من ناشئين النادي الاهلي. لما النادي الاهلي يجيب كهربا ده النادي بتاعه، لكن امام عاشور واحد زملكاوي ما يجيش النادي الاهلي، لان النادي الاهلي مكتوب عليه مبادئ. فين المبدا؟ الاهلي محتاج تدعيمات ايه السنه دي؟ تدعيمات مهاجم، بس يجيب مهاجم وواحد بديل لعلي معلول، لان علي معلول بيدي بس هيكبر في السن، لازم يجيب واحد يمرنه من دلوقتي على المكان دون.